اهلا بيكم بفيديو جديد وانمي جديد. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال دايما. يلا بينا نبدا ملخص جديد بانمي جديد ويلا بينا نبتدي. بعديها بنشوف أساغاري وهي ماشيه رايحه المدرسه، بتكون عايزه ترمي نفسها امام القطر ولكن بتبعد نفسها في اخر لحظه وتنهار على الارض وبتبدا تقول كل يوم من حياتي لا يجول في فكري سوى الموت واتخلص من حياتي المقرفه دي. بعديها بتقوم وتكمل طريقها للمدرسه وبيكون في 3 بنات كده رخمين معاها بيبداوا يتنمروا عليها وكمان بيحطوا في الخزانه بتاعتها دبابيس وشفرات تعور أساغاري ويفضلوا يقولوا لها يا لك من مثيره للشفقه، انت ضعيفه وبلا شخصيه، سنجعل حياتك جحيم. بعديها بيسيبوها ويمشوا. في الفصل بيحطوا على الديسك بتاعها زباله وبتكون عايزه تقول للمدرس عليهم لكن بتخاف منهم وتقعد على الديسك المتوسخ. بعديها في الحمام ال3 بنات دول بيمسكوا أساغاري يطحنوها ضرب وأساغاري بتقول لهم ارحموني. بعدها البنت ام شعر احمر بتقول لصاحبتها اوف انا زهقت قوي من البنت دي، استسلمي قوي ما عادتش بتقاوم حتى. بيكون ال3 بنات دول متعودين كل يوم يضربوها ويعذبوها. وبعدها بتيجي صاحبتهم ام شعر اصفر وتقول لهم ايه ضربتوها كويس؟ بتقول لها البنت ام شعر احمر ايوه مش شايفاها مرميه زي على الارض بس زهقنا قوي من ضربها، هي مش بتقاوم، عايزين نعمل حاجه فيها مسليه، ده انتم شياطين فعلا. فبتقول لها ام شعر اصفر انا ليا فكره حلوه قوي، انا هطلب من شخص كده اسمه شوتا وهنستمتع بشوفتها وهي بتتعذب قدامنا، حرام عليكم فعلا. وبعدها البنت ام شعر احمر بتدوس على راس أساغاري جامد وبعدها بتقول لها أساغاري ارجوكي توقفي. فام شعر احمر بتتعصب عليها وتقول لها انت ازاي تكلميني كده بالطريقه الوحشه دي يا حشره انت. بعدها بتحط راسها في المرحاض وبتقول في نفسها أساغاري ليه انا بالذات بتعمل معايا كده، ليه انا لسه عايشه، انا تعبت. بعدها بتقوم بعد ما مسحوا بكرامتها الارض وتقول لازم اروح اشوف ميانو. تطلع ميانو قطه وبتكون أساغاري جايبه لها الاكل وبتكون أساغاري بتحب القطه دي جدا. بتكون أساغاري بتعتبر القطه دي زي صديقتها بالظبط وبتبدا تلعب معاها شويه وبعدها بتبكي وتقول للقطه انا زي كده بالظبط ما عنديش مكان انتمي ليه ولا في المدرسه او في مكان تاني. بعدها بتودع القطه بتاعتها وتروح بيتها. بعدها بنشوف البنت ام شعر اصفر وشكلها كده هتعمل حاجه مقرفه شبهها كده في القطه وتقول لقد وجدت شيئا مسليا، تضحك ضحكه خبيثه، حرام عليك القطه الغلبانه دي، يا عيني على اللي يحصل في القطه الغلبانه دي. وبعدين بنشوف أساغاري وهي بتتعشى مع اهلها، بيكون اهلها مش مهتمين الا باخوها الكبير بس لانه عشان شاطر، بس لانه شاطر جدا وناجح ويدخل افضل جامعه في اليابان وكده. تكون أساغاري متضايقه جدا وتقول لاهلها ليه اهلي كده مش شايفيني خالص، على طول اخويا اخويا. وفي وقت لاحق بنشوف أساغاري واخوها مكتفها وبيفضل يضرب فيها كانها كيس ملاكمه. والله حرام عليكم بتعملوا في البت دي وانت ازاي سايبه له نفسك كده يا أساغاري. بيفضل اخوها يضرب فيها لحد ما بتطلع من بقها دم. بيقول لها اخوها يا اختي بقت ضعيفه قوي كده، من لكمه واحده كده بداتي ترجعي دم، واتمنى يعني ما تفقديش وعيك دلوقتي لان لسه عايزه اضربك اكتر واكتر. فتقول له أساغاري ارجوك ما تضربنيش تاني، معدتي بقت وجعاني حرام عليك هتموتني. فبيقول لها اخوها مش مهم عندي تموتي او لا، انت مش بتحسي باخوكي خالص، هو انت يعني مش بتحسي باخوكي خالص؟ انا بتعب جدا كل يوم عشان احقق جميع طموحات ابونا وامنا وبالذات ابويا المغفل ده، وانت برضو عليك انك تساعديني في كده، سيبيني اضربك عشان اخفف شويه من ضغوطاتي. لا انت اخ والصراحه ملعون تستحق الموت. بيبدا يضربها تاني وبلا رحمه، لا والاكتر من كده بيمسكها من رقبتها ويحاول يخنقها. تفضل تقول له أساغاري ارجوك كفايه هموت كده. فبيقول لها اخوها شكلك جميل قوي لما بعذبك، انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ يعني عليك يا أساغاري صعبتي عليا قوي، كل المتابعين حاليا تحسروا عليكي. وبعد ما اخيرا بيخلص اخوها تعذيبها بتقول أساغاري سعادتي الوحيده اني اموت وارتاح، انا تعبت والله، دي فعلا سعادتك تموتي بعد اللي حصل فيكي ده. وبعدين بتلاقي فجاه جهاز اللابتوب شغال عليه موقع اسمه فتيات السحريات، فبتدخل على الموقع فبتقلب الشاشه سودا بيشتغل فيديو وتلاقي في الفيديو حد بيقولها يا منحوسه من اجل ذاتك منحوسه سأعطي لك قدره سحريه، وبيظهر وجه الدمى فتقول تقول أساغاري سحر. فبتقول لها دوما نحن سنهديك أداة سحرية أيتها التعيسة والقرار يرجع لك أن تستخدميه أو لا، ده قرارك أنت، واستمتعي بحياتك بكونك بقيتي فتاة سحرية. بعديها أساغاري بتطفي الجهاز وتقول ايه الهبل ده، وبتقول برضو شكل الدمى ده بيخوف قوي، فعلا عندك حق. اليوم التاني أساغاري رايحه المدرسه بتسمع الناس بتتحدث عن ان في قطه القطر داسها. شكلها دي القطه اللي بتحبها أساغاري يا ملعونه يا ام شعر اصفر. بنسمعهم برضو ان الناس دول بيقولوا ان بدايه اليوم النهارده هيكون غير مبشره. بتقول أساغاري في نفسها اعاقل ان هذه تكون القطه التي احبها. بدها بتجري على مدرستها وبتفتح الخزانه بتاعتها كالعاده ولكن بتلاقي فيها مسدس سحري. بتكون أساغاري مصدومه جدا
وتقول ايه ده الموقع طلع صادق ولا ايه. بعدين بنشوف البت ام شعر احمر الرخمه دي هي والبت ابو شعر بني بيعذبوا اساغاري كالعاده، وبيقولوا انهم زهقوا قوي من ضربها واصبحت غير مسليه. وبعديها بتيجي البت ام شعر اصفر وتقول لهم اسف على التاخير، انا جبت الضيفه اهو معايا عشان النهارده هنستمتع واحنا بنشوفها وهي بتتعذب قدامنا. وبتقول له اتفضل يا شوته. بيقول لهم هي البنت دي شكلها لطيف قوي، يلا نبدا المتعه. بيقولوا له 3 بنات ايوه اعمل فيها اللي انت عايزه، ويكون عايز يعمل حاجه استغفر الله. فاساغاري بتقول له ارجوك ابعد عني لا تفعل بي شيء. بتحاول تبعد عنه ولكن البنت ام شعر احمر بترميها جامد عليه. بعديها بتقول سارينا لشوته خدها هي واستمتع بيها، ولكن اساغاري بتبعد عنه بسرعه وبتجري. بعديها سارينا بتأمر اصدقائها يدوروا عليها ويمسكوها، وبتستخبى اساغاري في جراج العربيات عشان ما يعرفوش يمسكوها. وبتسمع صوت شوته والبنت ام شعر اصفر ويقولوا لها اخرجي من هنا احنا مش هنأذيكي. بعديها بتحس اساغاري ان هم مش هنا ولسه هتمشي، بيظهر لها شوته ويخوفها ويمسكها جامد ويقول لها مش هتفلتي مني المره دي. تقول له اساغاري المسكينه ابعد عني ارجوك. وبعديها بتيجي البنت ام شعر اصفر اللي نفسي اقوم واقتلها، بتقول لاساغاري هتعرفين هذا السوار، وبتفتكر اساغاري السوار اللي هي اديته للقطه. وبتبدا تقول لها ام شعر اصفر عارفه القطه دي رميتها الصبح قدام القطر وماتت، وتضحك ضحكه شيطانيه شبهها وتقول لها خدي السوار اهو. فتقول اساغاري في نفسها لا مستحيل كيف يفعلوا هذا. وبتطلع المسدس السحري وهما الاتنين بيبداوا يضحكوا عليها ويقولوا لها ايه ده المسدس اللعبه ده تقتلينا بيه ولا ايه. وفجاه كده اساغاري عينيها بتشع نور وتفتكر